مساء الورد والياسمين على عيون احلى متابعين منورين الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده جايلكوا بقى بكيكه الشوكولاته بصوص الشوكولاته في عمايل ايديا وحياة عينيا، شغل من البيت فاخر من الاخر. يلا بينا ندخل على المكونات على طول. حاجات مكونات بسيطه وسهله، ومكونات موجوده في اي بيت، مش سهل جدا ان انت تعمليها. ومغذيه كمان، وحاجه نظيفه وولادك هيحبوها كمان. يلا بينا ندخل على الوصفة على طول. جبت كوبايتين دقيق، كوباية لبن، كوباية سكر، ربع كوباية الا ربع زيت، بيكنج باودر، فانيليا، 3 بيضات، معلقتين كبار كاكاو خام. طبعا السكر اختياري، يعني انت ممكن تحط كوبايتين 3 4 سكر، بس انا حاطه نص كوبايه عشان خاطر صوص الشوكولاته برضه هيبقى عليه سكر. هاخد كل المكونات دي، هعمل دلوقتي صوص الشوكولاته. حطيت معلقتين الكاكاو وهحط عليهم ربع نص الكوبايه الزيت دي، هحط عليها نص الكوبايه دي بس، وهحط عليها نص كوبايه السكر برضو، وهحط عليهم نقطتين فانيليا، وهحط عليهم نص كوبايه اللبن. اهو زي ما انتوا شايفين كل ده في الخلاط، وهحط عليها نقطتين فانيليا، وهضرب بقى كل ده في الخلاط لحد القوام ما يتقل معايا. يعني تضربيه 5 دقايق كده ورا بعض ورا بعض وكده، ايه، مدعكة في الخلاط. وهحط ايه، معلقة قهوة خفيفة قوي. عندك قهوة سريعة الذوبان حطي، عندك قهوة بني بس حطي، المتاح. بتعلي ريحة طعم الشوكولاتة قوي في الكيكة. طبعا شايفين القوام بقى عامل ازاي، ضربته 5 دقايق وخلاص. خدت منه حبة على جنب كده، وهكمل بقى ايه، هضيف بقى البيض، وهضيف بقى بقية المكونات عشان اخلطها كويس قوي في الخلاط. هضيف بقى البيض على الباقي اللي في الشفشة بتاع الخلاط اهو. هضيف البيض بقى والفانيليا، واضربها حلو بقى ضربة ايه بنت حلال كده، 5 دقايق 6 دقايق، يعني كتري على قد ما تقدري. الكيكة بالذات كل ما تضربي فيها كل ما زادت معاكي جمال وكل الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلقه خل، معلقه، يعني تحط بعشم لا تبوظ لك الدنيا. قليل منه يحسن وكثير منه بذروة الدنيا. خلاص كده هي اتضربت. هفضل بقى هي بتتضرب بقى جنبي في الخلاط، وانا هقوم بقى حاطه المواد بقى اللي هي الناشفة التانية بقى، الكوبايتين الدقيق على بيكنج باودر على رشة ملح، وهقلبهم كويس قوي في البولة على جنب كده على ما الخليط بتاعي ينمزج جيدا جدا جدا في الخلاط. ينمزج، يا سلام، كلام مثقفين رجالي. خلاص كده قلبته، وقمت بقى جايبة الخليط كله على بعضه في قلب البولة. وافضل بقى سقسق بقى ايه، بق بق لبن كده لحد ما يوصل للقوام اللي انا محتاجاه. ده قاعدتنا ايه، ما تدلقيش كل حاجة مرة واحدة، لازم كده تسقسقي بق ببق. امسكي الحاجة، ما تخليش الحاجة اللي تمسكك، خليكي ناصحة اهو. هسقسق بقى. دي كانت تلحيسة الشفشق بتاع الخلاط، لقيته مسقسق كده بق، قلت خسارة اهو. وهحط له كمان بق لبن لحد ما يوصل للقوام بتاع الكيكة المطلوب. خلي بالك من التكات دي، عشان التكات والحركات دي مهمة جدا، وبالذات في الكيكة، لان ممكن اقل حاجة فيها تبوظها ومتوصلش للنتيجة اللي انت عاوزاها بعد التكلفة والزروطة اللي احنا فيها دي. فلازم تخلي بالك من الحاجات دي يا حاجة. بق بق اهو. هتظبط معايا بقى، وهبدأ اصبها في القالب اللي هدخله الفرن. طبعا الفرن شغال معانا يا جماعة، بيسخن من ساعة ما بدأنا، من ساعة ما نويت ان انت هتعملي كيكة وانت تشغل الفرن يسخن. ما تدخلهاش على فرن بارد، دي نصيحة اخوية مني. اي كيكة بتعملها ما تدخلهاش على فرن بارد اهو. هبدأ اصبها بقى في القالب وادخلها الفرن، وما تفتحيش عليها الفرن غير بعد ربع ساعة.
ولا تقولي تبصي ولا فتحت على الفرن كده اقرا على الفتحة اهو. وتدب القالب دبتين في الارض عشان يبقى كله قوام واحد وكله متجانس وكله نفس السمك، وقومي مدخلها الفرن بقى وقافله عليها على ما تغسلي مواعينك والمدعكه دي تكون استوت. وولادك هيفرحوا بها قوي. وكانت جميله ما شاء الله، جاتوه. يعني انت لو عندك عيد ميلاد او عندك مناسبه ممكن تعمليها جاتوه وتقدميها عادي. جميله ونضيفه ومغذيه وما شاء الله ما خدتش وقت، وحاجات عندك في بيتك يا جماعه، موجوده في البيت، مش فيش حاجه يعني غاليه ولا كده. شو كان عندي شويه فارماسيل بقى، وكان عندي شويه شوكليت شيبس بيضه، حبيت اطعم بيها القالب الكيكه بتاعي عشان خاطر الولاد وكده بيحبوا الحاجات دي قوي. احنا ورانا ايه غير نعمل نسعد الولاد ونسعد بيوتنا وعيالنا وكده. كل سنه طيبين، وربنا يخليكم لاولادكم ويخليكم ليهم. كل سنه وانتم طيبين. ودي حاجه جميله وخفيفه وبتبقى مطلوبه قوي في الصيف والقعده الصيف بقى، كوبايه شاي بتاع، كوبايه نسكافيه، بألف هنا وشفا. بس يا جماعه لو كان الفيديو عجبكم لغايه كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم خفيفه على قلوبكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا ينصر اخواتنا في غزه نصر عزيز مقتدر يا رب على القوم الظالمين، اللهم امين يا رب العالمين. وبحبكم في الله. مع السلامه. باي.